نكمل بقى مع بعض ونبتدي نعمل هنا المنشر. شيفت رايت كليك ننقل ال 3 دي كيرسر هنا، شيفت ايه ناد كيوب. عايزين نعمل هنا الحامل بتاع الحبل او الاحبال اللي هتشيل الغسيل. تعال نعمل لها سكيل ونظبط اللوكيشن بتاعها، عايزين نقللها شويه من هنا، وفي نفس الوقت نخش على الايدجز، نعمل ابلاي سكيل او نخش على الايدجز ونمسك التو ايدجز دول نعمل لهم كنترول بي عشان نعمل بيفل، نزود عدد السيجمنت شويه وليكن مثلا 7 سيجمنتس، رايت كليك شيد اوتو سموث، امسك الفيرتكس دي جي زد ارفعها لفوق شويه، واجي هنا شيفت رايت كليك انقل ال 3 دي كيرسر هنا عشان اعمل شيفت ايه سلندر. السلندر ده انا عايز منه ان انا اعمل فتحه في الحامل بتاع حبل الغسيل، لازم ابلاي السكيل، ما تنساش كنترول ايه ابلاي سكيل، وامسك السلندر شيفت كليك للحامل كنترول ماينس، يبقى انا عملت بوليان. تمام، هاخد البوليان ده وهنقله بالام، هدوس ام انقله للكاترز عشان انا مش محتاجه دلوقتي. وممكن اخش على الفيرتكس وابتدي اعمل سكيل على الفيرتكس دي عشان اعرض الحامل ده كده شويه، وابتدي اظبط اللوكيشن بتاعه من التوب فيو بحيث ان هو يبقى مظبوط لازق كده في اللي هي الحيطه، واخد منه كوبي شيفت دي عشان اعمل النسخه الثانيه منه. ممكن هنا بقى ارجع للكاترز تاني، انا خلاص طبقت الموديفاير ما ينفعش استخدمه، لا ينفع استخدمه، هخش على الكاترز همسك البوكس ده وابتدي اظبط مكانه زي ما انا عايز تاني، وبعدين شيفت امسك الحامل بتاع المنشر واعمل كنترول ماينس عادي جدا، هيتطبق تاني البوليان، الكتر لسه موجود معايا. وممكن ساعتها على الكتر نفسه ااد موديفاير اري واظبطه مش على الاكس يبقى على الواي، واظبط المسافه بتاعته واخليه مثلا كاونت 2، عايز فتحتين، وبعدين ممكن شيد اوتو سمول، وممكن برضو اعمل ابلاي للموديفاير وامسك ده واعمل منه شيفت دي كوبي وامسح اللي كان موجود عندي اصلا. وبكده يبقى انا قدرت اعمل منشر الغسيل. عايزين بقى نشوف ازاي هنقدر نعمل فيه الاحبال كمان. تعالى بقى قبل ما نبتدي نعمل الاحبال نعمل حاجه تانية، شيفت رايت كليك ننقل 3 دي كيرسر هنا، شيفت ايه ناد بلان، نخش على الايديت مود على الفيرتكس وناخد كل الفيرتكس دي وندوس ام ميرج اد سنتر، يبقى عندنا فيرتكس واحده بس، وندوس اي عشان نعمل لها اكسترود على الزد، اي كمان مره اكسترود على الاكس، اي كمان مره اكسترود على الواي، اي تاني اكسترود على الزد. ونخش على الاوبجكت مود وناخد نسلكت الماسوره دي مع البرميل، نخش في الايزوليشن مود ونعدل كده المكان بتاع الماسوره الجديده اللي بنعملها بشكل جديد. ممكن ناخد الفيرتكس دي وننزلها شويه، جي زد ننزلها شويه، وتعالى ناخد معاهم الشباك المره دي كمان ونخش جوه الايزوليشن مود عشان نختار الفيرتكس دي من على الماسوره ونعمل لها بيفل. هنعمل لها بيفل ازاي؟ كنترول شيفت بي ونزود الفيرتكس بتاعتها ل 12 مثلا عشان تدينا اللفه دي، رايت كليك كونفيرت تو كيرف، ونيجي عند الداتا وننزل تحت عند الجيومتري ونخلي البيفل بتاعها الدبث نخليه زياده شويه، نزود الدبث شويه بالعين كده نشوفها، ونزود الريزوليوشن، ونيجي بعد كده رايت كليك كونفيرت تو مش، رايت كليك شيد اوتو سموث، ونيجي على مستوى الايدجز ونمسك الايدج ده نعمل له اكسترود، رايت كليك نلغي الاكسترود، الت اس عشان نعمل اكسترود along النورمالز، اي تاني عشان نعمل اكسترود لفوق. وتعالى نمسك الفيسز دي نعمل نفس الفكره، اكسترود الت اس اكسترود along النورمالز، ونمسك الايدجز دي ونعمل لها بيفل. تعالى هنا كمان نمسك الفيسز دي ونعمل لها اكسترود، رايت كليك الت اس، نمسك الايدجز دي نعمل لها بيفل بسيط، شكلها بقى ماسوره شكلها محترم. نعمل بقى القاعده بتاعه الواتش تاور نفسه، الحاجه اللي هتشيل الواتش تاور نفسه. هنا احنا مش هنعمل اكتر من ان احنا هناد كيوب، هنظبط المكان بتاعه من الليفت ومن الفرونت، وبعدين هنبتدي نمسك الفيسز بتاعته من تحت، بتاعت الكيوب ده من تحت،
وهنشدها جي زد، نشدها لتحت، وفي نفس الوقت هنمسك كل الواتش تاور كله على بعضه بنرفعه فوق مستوى سطح الارض. هنعمل شيفت دي ونكرر الكلام ده كله. نيجي هنا حته مهمه جدا على الايديت مود، هندوس كي اي سي عشان يعمل لنا نستخدم النايف، والنايف دي نقدر نقطع بيها كل اللي احنا شايفينه واللي ما احناش شايفينه عشان نعمل ايدجز بالشكل ده. نمسك الايدج ده والايدجز دي والايدجز دي والايدجز دي، نعمل كنترول بي، وبعدين نمسك الفيس ده والفيس ده رايت كليك، ونستخدم بقى اللوب تولز ونقول له بريدج عشان يربط التو فيسز دول مع بعض. الفيس ده والفيس ده رايت كليك لوب تول بريدج. ونيجي هنا نمسك نفس الكلام، نمسك الايدجز دي والايدجز دي والايدجز دي، كنترول بي، نمسك الفيسز كل الفيسز اللي احنا عايزينها، الفيس ده والفيس ده، رايت كليك لوب تول بريدج، الفيس ده والفيس ده بريدج. الناحية التانية برضو هنبتدي نربط العمودين التانيين اللي احنا ما ربطناهمش بنفس الطريقة بالظبط. هنستخدم النايف تول كي اي سي، الاي عشان نخلي القطع مستقيم، والسي عشان نقطع ثرو كل اللي انت شايفه واللي انت مش شايفه. وهنستخدم اللوب تول البريدج، هنعمل بريدج ما بين التو فيسز زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي.